مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرتكم الجوية الرئيسية اللي طلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي. إذا نبداو حلقتنا الجوية نهار اليوم بهذا الشلال الجميل والمنظر الطبيعي الجميل بامتياز. اليوم راح نسافروا بكم لشلالة تراغنيت المتواجدة بالضبط بتنس بولاية شلف. الوضعية المرتقبة إن شاء الله مشاهدينا الكرام مع فجر نهار الغد على عموم الجمعة استقرار جوي راح يكون في الموعد على أغلبية الولايات الساحلية الداخلية ولاية هضاب العليا، بعض السحب الكثيفة دون فعالية على مرتفعات الهوغار والتاسيدي وتمنراس كذلك. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام لمعرفة درجات الحرارة غدا إن شاء الله مع فجر الجمعة. إذا كما سبق وذكرنا درجات الحرارة راح ترتفع على أغلبية الولايات الساحلية الداخلية ولايات الهضاب العليا، ضغط جوي مرتفع راح يتمركز على أغلبية الولايات إن شاء الله حتى أقصى الجنوب، نسجلوا 17 حتى 20 درجة على الولايات الساحلية الداخلية، من 28 درجة حتى 33 درجة مئوية إن شاء الله على ولايات الصحراوية. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام لمعرفة الوضعية المرتقبة إن شاء الله وبإذن الله بعد ظهيرة نهار الغد الجمعة. اضطرابات جوية نشطة، أمطار إن شاء الله تكون مرفوقة برياح قوية على الجلفة على الغواط تسيارت حتى البيض مشرية ونعامة، أمطار كذلك على تلمسان تتراوح كمية الأمطار من 5 حتى 30 ملم محليا، زوابع رملية نشطة. إذا نقول المستعملية طرقات الحيطة والحذر بوسط الصحراء عين صالح وعلى أضرار كذلك تمنراس. سرعة الرياح هنا تتراوح من 60 تفوق بعض الظهيرة إن شاء الله 70 كم في الساعة. عليكم مشاهدينا الكرام توخي الحيطة والحذر لأنه الزوابع الرملية راح تؤثر على الرؤية الأفقية. درجات الحرارة إن شاء الله مشاهدينا الكرام كما سبق وذكرنا درجات حرارة تبقى مرتفعة على جل الولايات الساحلية الداخلية، تنخفض نوعا ما مقارنة بأيام الفيطة على الولايات الساحلية الوسطى، تلحق من 25 حتى 26 درجة مئوية، 24 درجة مئوية حتى 26 درجة على عنابة طارف سكيكدا القالة. ضغط جوي مرتفع، درجة حرارة جد عالية على الولايات الداخلية ولاية هضاب العليا، هنا نسجلوا مقياس 34 درجة على قسنطينة أم البواقي، 38 درجة مئوية حتى 40 درجة مئوية على شلف سعيدة غليزان، 34 درجة مئوية على سطيف باتنا خنشلة اريس عين ازل عين ارنت راس الواد، من 39 حتى 36 درجة على شمال الصحراء، 43 درجة مئوية تحت الظل بوسط الصحراء، 44 درجة مئوية نسجلوها كأعلى مقياس على بني عباس وتندوف. حل البحر إن شاء الله مشاهدينا الكرام الليل ملاحة والصيد البحري، البحر مع الصباح مضطرب هايج خاصة على سواحل تنس دلس، هنا تلحق سرعة الرياح 60 كم في الساعة. اتجاهات الرياح إن شاء الله على سواحل الشرقية حتى سواحل تنس دلس إن شاء الله راح تكون بإذن الله جنوبية شرقية تعود ترجع جنوبية غربية على سواحلنا الغربية سواحل مرسى المهدي. مشاهدينا الكرام هنا لحقنا الختام موعد نشرتكم الجوية الرئيسية. نختم ورقتنا الجوية بموعدكم الفلكي لشروق وغروب الشمس. لمزيد من المعلومات ما عليكم أكيد غير تزوروا مواقع قناتكم قناة الوطنية تيفي، أكيد لاي دايما في خدمتكم. دمتم أوفياء لقناتنا، بقية متابعة شيقة إلى ذلكم الحين بقوا على خير، تعرفوا راحتكم.